السلام عليكم. هنبتدي نعمل القطايف. هي العجينه بتاعتها سهله قوي قوي، يعني ما فيش داعي ان احنا نشتريها من بره بالاسعار اللي احنا بنشوفها دي. انا هنا حطيت كوبايتين دي، ده المعيار اللي هو بتاعها. ده الكوبايتين دي المعيار اللي انا بعاير بيه، هو اللي انا هحط فيه بيها الميه. هنا على الكوبايتين دي احط معلقه خميره اهي، وهحط معلقه كبيره سكر على الكوبايه، يعني دول كوبايتين هحط معلقتين سكر اهو، وهحط فانيليا، معلقه صغيره فانيليا اهي كده. هحط البيكنج باودر، احط بردك معلقه بيكنج باودر على الكوبايه، يعني هحط معلقتين اهي كده البيكنج باودر. هنا انا حطيت كده المقادير دي المقادير بتاعتها اللي هي الجافه. هحط لها على الكوبايه دي، احط لها كوبايه ميه وهضربها. هي احسن ان انت عايزه تعمليها كده تحطي الميه عليها كده بالمضرب السلك تضربيها ماشي، بس انا بستسهل وبروح حطاها، بحط الكوبايتين الميه في الشفشه الخلاط وبضيف عليه اللي هي المكونات الجافه دي وهوريها لك. بعد ما انا ضربتها في الخلاط اهي، هوريكم السمك بتاعها اهي. هي ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي كده. اثناء الخلط بتاعها انا حطيت حوالي بتاع ذره ملح عليها، وممكن ما تحطهاش، يعني مش اشكال ان انت تحطيه او ما تحطهاش. يبقى هنا دي كوبايتين دي حطيت عليهم، والدقيق كمان الميه اللي انت هتضيفيها يعني مش اقل من كوبايه ونص، بس دي بتختلف حسب نوعيه الدقيق اللي انت جايباه. دول انا حطيت كوبايتين الدقيق، حطيت حوالي كوبايتين ميه عليهم، حطيت معلقه خميره، حطيت معلقه ونص بيكنج باودر او معلقتين، حطيت ذره الملح اللي هي وانا بضربها في الخلاط، حطيت معلقتين سكر بس اهي. دي كده اهو القوام بتاعها اهو. هغطيها لغايه لما تخمر، وهبتدي بقى اعملها في الطاسه التيفال وهوريها لك اهي كده. بصوا القطايف بعد العجينه بتاعتها ما خمرت اهي، بصوا بقت يعني تحس ان هي عامله زي ايه الفقاقيع كده فيها. يبقى دي كده، والسمك بتاعها ده كويس، يعني مش محتاج ان انا ازود ميه عليها. في الوقت ده انا بكون مسخنه الطاسه التيفال اهي، انا حطاها على النار، بس يعني هدهنها بفرشه فيها زيت بس ايه اهي كده. كده انا هبتدي بقى احط هسيبها بقى لغايه لما تستوي كده شويه وهوريها لكم كده. دي كده تعتبر خلاص دخلت في السوا اهي. هاخد دي كده، ده القعر بتاعها اهو، وادي الوش بتاعها. هكمل وهوريها لكم في الاخر. خلصت اللي هي القطايف، وبصي الكميه دي من اللي هي الكوبايتين اللي انا وريتهم لك. بصي انت هتوفري قد ايه، وانا هنا عملت جميع الاحجام. ده بصي اللي هو الظهر بتاعها، وادي الوش اهو، ده اللي هو الحجم الصغير، ده اللي هو العصافيري اهو، وفي كمان حجم اللي هو الوسط اهو اهو، وعامله كمان اللي هو الحجم الكبير اهو. هورولك بقى لما احشيه، بس هو عايز الشربات بتاعه يكون تقيل، اللي هي كوبايتين سكر، كوبايه ميه، نص ليمونه دي بتعصريها وبتحطي عليها فانيليا. اهم حاجه ان الشربات بتاعها يكون تقيل عشان ما تطرش معاكي. هعملها واوريها لك كده. انا بعد ما انا حشيت اهو القطايف اهي، ودول اللي كانوا كبار شويه انا عملتهم زي القرطاس كده، وهوريه لكم بردك انا هعمله ازاي.
كده انا هحمرهم وهحطهم في الشربات التقيل وهوريها لكم. ده كده الشكل النهائي بتاعت القطايف بتاعتي. هنا القطايف اللي انا قلت لكم هعملها اللي هي القراطيس دي، انا حشيتها شوكولاته اللي هي النوتيلا اللي كنت عاملاها معاكم قبل كده في فيديو. ودي اللي هي القطايف حشيتها. انت الحشوه يعني زي ما تعجبك احشيها اي حاجه. انا حشيتها هنا اللهم صل على النبي، حشيتها اللي هي سوداني، وحشيتها زبيب، وحشيتها جوز الهند، يعني الحشوه اللي تريحك انتي. ادي دي الشكل النهائي. وانا ما عملتش اللي هم القطايف كلها، دي اللي انا شلتها فرزها، والوقت اللي انا عايزه اطلعه فيها هي جاهزه يعني على التحمير، واحطها في الشربات وخلاص. ده كده الشكل النهائي. واتمنى ان القطايف بتاعتي دي تعجبكم، واتمنى دعمكم في قناتي بيت العيله. ولو في اي ملاحظات يعني ممكن حضراتكم تقولوها لي، ومتشكره قوي ليكم وشكرا.